برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير عليكم من برنامج كوتش يور لايف. معاكم روان يحيى على راديو برونتو اف ام. هنتكلم النهاردة عن الديسيجن ميكينج، عملية اتخاذ القرار. مبدئيا يعني ايه اتخاذ قرار؟ يعني انا محتار بين حاجتين على الاقل، ولازم اقرر اختار ايه منهم، ويكون اختيار ما ندمش عليه. يعني اختار الحاجة الصح ازاي؟ تعالوا نعرف مع بعض في كام خطوة بسيطة. دلوقتي عندنا اختيار ألف واختيار ب. أول حاجة لازم أعرف الفرق بينهم إيه، يعني أشوف مميزات وعيوب كل اختيار فيهم. وبعد كده أحدد أنا محتاج إيه دلوقتي في حياتي، يعني محتاج أنهي مميزات، وأشوف أنهي عيوب أقدر أستحملها ومش هتبقى مأثرة في حياتي للدرجة. وممكن أحيانا مميزات اختيار معين تغطي على عيوبه، وممكن العكس كمان. ولازم نفكر أكتر من مرة، ولما نتأكد إن إحنا كل مرة بنوصل لنفس القرار يبقى هو ده اللي هنختاره. طب إيه اللي لازم ناخد بالنا منه وإحنا بناخد أي قرار في حياتنا؟ أول حاجة، ما ينفعش ناخد قرار بتهور، لازم ناخد وقتنا كويس قوي. تاني حاجة، ما ينفعش أبدا مشاعرنا تسيطر علينا، لازم نفكر دايما بعقل وحكمة. تالت حاجة، نبعد عن المماطلة، ما نقعدش نأجل في الحاجة بسبب الخوف من المواجهة، لأن دي حاجة كده كده لازم هناخد قرار، فنفكر وإحنا عندنا وقت أحسن. وكمان ما نخليش حد ياخد قراراتنا لينا، ممكن ناخد رأي ناس قريبة مننا أو حد خبرة، بس برضه لازم يكون قرارنا نابع من تفكيرنا إحنا ومقتنعين بيه. وكمان لازم دايما أفكر في قدام، في المستقبل، مش دلوقتي وبس. يعني لازم أبقى عارف أنا أصلا الأوبشن اللي هختاره ده هيضيف لي إيه ويزود لي إيه في المستقبل. يعني لو بختار بين وظيفتين، يبقى أنهي واحدة مرتبة أكتر فهتأمن لي مستقبلي، ولا أنهي اللي هتزود من قيمة السي في بتاعي أو هتديني خبرة وتعلمني مهارات جديدة، على حسب أنا محتاج إيه في المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي، وأنهي واحدة هتفيدني أكتر بعدين. وحاجة أخيرة، لازم نعمل حسابنا دايما ونحط نسبة للخطأ. ممكن بعد كل ده حاجة تحصل أو اكتشف إن أنا ما درستش الموضوع بشكل كويس، يبقى لازم أعمل بلان بي، خطة احتياطي. لازم أبقى عارف ومخطط كويس أنا هعمل إيه بعد الخطوة دي، سواء كانت خطوة ناجحة أو لا قدر الله فشل. أتمنى تعرفوا تاخدوا القرار الصح وما تحتاجوش لبلان بي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج كوتش يور لايف مع روان يحيى على راديو برونتو اف ام. باي باي.